سيدرا بيوتي فجرتها بلوك، رسالة غير لائقة ودموع شهد قدام الكاميرا. الخلاف ما بلش اليوم، الخلاف كان موجود من زمان. إشاعات عن توتر بين عائلة البيوتي وبين شهد والسيمان من جهات تانية، بس الطرفين كانوا ساكتين ولا كلمة طالعة للعنن، كله كان ساكت وكله كان غامض. بس فجأة سيدرا حطت حد، عملت بلوك لشهد وسيمان، ويومها الجمهور حس أنه الخلاف صار رسمي، لأنه البلوك عند المشاهير مو مجرد حركة، البلوك عبارة عن رسالة. والمفاجأة الأكبر أنه شهد طلعت بنفسها وقالت أنه سيدرا بعثت لها رسالة غير لائقة وغير مهذبة، وشاركت جزء منها مع المتابعين وقالت هذا بس جزء صغير، ورا الكواليس كان في مشاكل كتير بيني وبين عائلة البيوتي، ومو كل شيء على السوشيال ميديا حقيقي. وبين دموعها قالت في كتير أشياء كانت فيك، أنا كنت ساكتة بس هالمرة انقهرت. من وقتها سيدرا لهلأ ما ردت ولا بررت شيء، والجمهور حرفياً ناطر ردها. برأيكم سكوت سيدرا هو هدوء ما قبل العاصفة، ولا خلص القصة انتهت وكل خيط انقطع للأبد؟ اليوم أنا قررت أطلع وأطالع لكم اللي بداخلي، ولأول مرة بحياتي. يعني أنتوا بتعرفوني أنا شخصيتي مو هيك، ما بحب أحكي عن أشياء الخاصة، لأنه قبل شوي أنا قاعدة عم بلعب مع آدم وميرا، تمام؟ بأمان الله. وصلتني رسالة من مين؟ من سيدرا. هاي هي الرسالة. يعني أنا أول شيء فكرت إنه هي في شيء مقلب، تمام؟ في معقولة هي الرسالة تكون مبعوثة إلي، لأني كلها كلمات بذيئة، يعني الرسالة أبدا مو محترمة طبعا. بس أنا راح أحكي لكم مختصر. يعني الرسالة إنه مرة ثانية تطلعي تحكي عني بالسوشيال ميديا. أنا ما حكيت عنك بالسوشيال ميديا، راح أجي أنا شخصيا بتمك. فهمتي ولا لا؟ أنتي وحدة حية وما بدي أشوف وجهك مرة تانية. أنا قاعدة بجايز، أنا بحالي ما عملت شيء، ولا حكيت عنهم ولا عملت، ولا مع إني بتجيني كتير رسائل، كتير بشوف مقاطع على التيك توك كتير، بس خلص أنا سكرت على الموضوع. اليوم تجيني هاي الرسالة، يعني حتى بإيفنت نور ستارز رحت شفت كل العيلة هونيك، سلمت على الأم لأني أنا بحترمها وبقدرها، وسلمت عليها، وأنا كنت حابة يعني نرجع نتصالح، لأنه إحنا بالنهاية أهل، وعلى موضوع تافه قلت خلص يعني. فأنا بس حبيت أحكي لكم إنه اللي على السوشيال ميديا كله فيك، اللي انتوا الصورة اللي انتوا بتشوفوها كلها فيك. هاي هي الحقيقة. أنا بتفادى، أنا ما بطلع أحكي، ما بحب أطلع أعمل بلبل وترند، مع إنه أنا في كتير مواقف صايرة معي، يعني معنا مع بيت بيوتي. مو العيد ميلاد، هذا العيد ميلاد موضوع تافه، في أشياء ثانية صايرة قبل العيد ميلاد، في أشياء ثانية أنا ما بحب أطلع أحكي عنها. أنا شو عملت؟ أنا لا قللت احترام، أنا المفروض هي تحترمني، ما تكتب لي هيك رسالة، لأنه أنا مرت خالها، هاي أولا وأخيرا، تمام؟ ونحن كنا بيوم من الأيام لك أنا وياها كنا بستيز، يعني كانت تحكي لي أمور وأنا كنت أحكي لها أمور وأسرار ما حدا بيعرف عنها.